أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف قبل قليل عن فوز المغرب بشرف استضافة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025. ليست هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها المملكة المغربية هذا الحدث الكبير، فقد نظم المغرب كأس الأمم الإفريقية في عام 1988، ونجحت المملكة المغربية في ظفر باستضافة أكبر البطولات داخل القارة السمراء بعد تقدم ب6 ملاعب عالية الجودة من حيث البنية التحتية وتمتعها بالمواصفات المطلوبة من الكاف استضافة الحدث القاري. وعلى مدى السنوات الأخيرة قد أثبت المغرب قدرته على استضافة الفعاليات الرياضية الكبيرة. تم عقد العديد من البطولات والاجتماعات والمؤتمرات على الأراضي المغربية بناء على طلب من منظمات دولية. والمغرب معروف أيضا ببنيته التحتية رياضية عالية الجودة. على سبيل المثال، يعتبر مركب محمد سادس لكرة القدم الذي تطلب بناؤه استثمارا بحوالي 600 مليون درهم كأحد البنيات الرياضية الأكثر أهمية في العالم. بالإضافة إلى ذلك، قام المغرب باستثمارات كبيرة في تطوير البنية التحتية الطرقية والفندقية ووسائل نقل. وقدم باتريس موتسيبي خلال الاجتماع تقييما شاملا حول الزيارات الميدانية التي قامت بها لجان التفتيش التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لعدد من البلدان التي تقدمت بترشيحها لتنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025 و2027. وجاء في كلمة موتسيبي بأن لجان قامت بعمل جبار وبكل حيادية وموضوعية ونقلت للكاف الملفات الخاصة بهذه الزيارات. نشكركم على إكمال المقطع لنهاية. لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وشكرا.